أولا الأصل في هذه الدروس أنها جائزة، الأصل تاعها أنها مباحة، يعني أستاذ ولا أستاذة يعني يدرس المواد التي عليها طلب كالفيزياء والرياضيات والعلوم وغيرها والعربية وغيرهم واللغات، يدرس بمقابل مادي خارج ساعات العمل. الأصل أنه جائز، لكن بشرط أن لا يؤثر على أدائه في المؤسسة، لأن بعض الذين يدرسون الدروس خصوصية يمسك أفواج كثيرة وعدد هائل من التلاميذ، وبعدين الطاقة نتاعو والجهد نتاعو يديروا برا، كي يلحق للمؤسسة يلحق ميت. يوليو التلاميذ النظاميين اللي الدولة دايرت له عليهم شهرية مهملهم، يولي يكره مام الحصة نتاعو، يولي يضعف، لأنه في ساعات الفراغ من 4 حتى الليل ولا بعد المغرب ولا في نهار الجمعة. علاه في الفونكسيون بيبليك في الوظيفة العمومي كاين الراحة وكاين ساعات الفراغ باش الموظف يرتاح، باش كي يدخل الوظيفة تاعو يكون مرتاح. احنا ساعات الراحة نزيدو ننهك أنفسنا وبعدين وبالتالي تجي وقت العمل. وكان استفتاني طبيب في هذا أنه في وقت الراحة اللي يعطوا له يومين من المستشفى اسكي يجوز يروح الكلينيك بريفي يخدم. قلت له ما نقولوش ممنوع، لكن شوف روحك نتايا، اخطاش إذا كان في اليومين اللي عطاتهم لك وزارة الصحة باش تريح باش غدوة من ذاك كي تدخل البلوك تجيب 4 سوايع ما تتعبش. ديجا انت البارح راك الانرجي تاعك خلصت في لا كلينيك بريفي، تلحق لوبيتال بيبليك تاع الدولة تاع ليطا تولي بالك تشنف على الناس وتولي بزاف اليوم شحال مرضى اورجونس 100 واحد. لا انا نستقبل 20 برك، فهمتوني؟ يعني نضرب في الأمثلة. هذا الشرط الأول، أن المدرس إذا كان يدرس دروس خصوصية خارج مجال التعليم جائز، لكن لا ينهك نفسه بحيث تنتهي طاقته مع الدروس الخصوصية، فإذا وصل إلى الدروس النظامية أهملها. وبعضهم يولي حتى يمونكي يولي يغيب ويدير في أعذار ما كاش منها، أديت الطفل يدير الفاكسا، المرأة راح تزيد، عندنا جنازة، وهو ربما ما عنده حتى ظرف، فقط باش يحافظ على الأفواج الدراسية خارج مجال العمل. أرجو زملائي الأساتذة لأننا في القطاع يفهموا هذا الموضوع، ما عادش نقولوا ممنوع ولا حرام، لكن نقولوا باللي نخشى أنك تهدر طاقتك خارج مجال العمل ثم تأتي إلى المؤسسة فتجد نفسك يعني منهكا وممكن حتى تفرط في الواجبات. كاين بعض الزملاء الذين يدرسون دروس خصوصية يرتكبون جريمة، ما هي؟ بلغني من الثقات، أخبرني أستاذ يعني في التخصص وين يعني يطلبوا بزاف التلاميذ يقراوا، قال لي نعرف أساتذة وش يدير تمارين لي زيكزارسيس اللي يديرهم في الكور هو اللي يديرهم في الدوفوار، ومن بعدين الجماعة هذوك اللي يقراوا عنده بالصوارد يديو علامات، اللي ما قراوش ما يديوش. هذا غش للفريقين، لأنه أنا بني اللي قريته في وليدي اللي قريته لي في الكور وعطيته إكزارسيس وحليته له ودرته له في الدوفوار، صافي ما استفدنا والو، خدعته. هو يقول راني ديت لا نوت، هو ما يستاهلهاش، داها لأنه عاودت له التمرين. وخدعت هذاك الطفل هذاك اللي ما قراش عندك لي كور، ما عندوش صوارد، ما يديش لي نوت، صافي ما يباسيش للسنة الثانية، والله يكره المادة، لأنه كان واحد المسؤولية على الأساتذة ورانا في الميدان. نخشى أنه التلميذ يكره المادة بسبب الأستاذ. إذن أرجو من زملائي الأساتذة خاصة الرياضيات والفيزياء واللغات كذا عموما يحذرون من هذا. وبعضهم ماذا يفعل في الساعات النظامية وين يقري في السيام مثلا ولا في الليسي، يقري بسرعة ولا يفوت، ما يهموش فهموا ولا ما فهموش. وفي الكور تاع الدراهم يمد طرق أخرى للحل، يبدع، يدير إبداعات، وإذا يقول لكم هكذا ويعطيكم طريقة أخرى، وهذا السؤال يتحل بطريقتين، طريقة نظرية العزوم ومجموعة الأعمال والطاقة الحركية، ويعطي له طريقة بالبرهان بالتراجع أو بالقضية فيعطي له عدة طرق له. قال لك أنا هذا راح يخلص يمد في الصواد، لازم مده أكثر من التلميذ اللي راه يقرأ عندي في المؤسسة. وهذا حذاري من هذا الأمر، راك بالك تفتي روحك والله اللي تستفتي. واستفتونا ناس واعطيناهم هذه التفاصيل، قال لك أنا نخدم بهذه التفاصيل، اللي لقيت روحي ما نقدرش ندير هكذا ما نقرش وما نديش مقابل. واضح؟ إذن حذري أن تكون غاشا وخادعا، تروح المادة اللي تديرها في الكور تروح تعودها في الفروض وفي الامتحانات باش توهم الأولياء اللي ما قراوش ولادهم عندك، تقول إيه والله زغماني اللي ما قراوش عنده ما داوش، أي خلاص روحوا قراو عندك.
أروح أقرأ عندها كل وباش تقابل ربي يوم القيامة. مش معقول هذا. احنا قلنا حبيت تدير هما بوكو بليست، وكانت تكون مراجعة نهائية هذيك اللي يسموها الدورات المكثفة في قبل الباك بشوية، ديك باينة الدراسة حبست وكذا، وراك تدير في المجهود وتمد في الطرق ما عليهش. حتى احنا نديروها هنا في الجامعة مجانية، وبعض الظلمة والسفهاء قال لك راهم خلصوا عليهم في الجامعة. هذا غير صحيح، ومن حقنا نخلصوا كما أستاذ مادة الشريعة ولا مادة الرياضيات ولا الفيزياء. مي احنا الحمد لله لو كان راح نخلصوا ما نديروهاش لايف يتفرجوها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كل، باش تشوف اللي كاين ناس أو معك أو يصلي معك ولكن قلوبهم غير صافية للأسف، يفترون على الناس الكذب. بالعكس احنا زدنا صرفنا على التلاميذ، عطيناهم فوتوكوبي تاع أوراق وجبنا لهم الحلوى وجبنا لهم الجازوز وجبنا لهم باش ينجحوا برك. ومنهم حتى والديهم والله ما قالوا في الطريق قال لك بارك الله فيك وليدي نجح والله بنتي نجح، وكان اللي كثر خير قال جزاكم الله خيرا، نقول ما يعطيكم الصحة، هذا واجب، جات فرصة برك يعني. طيب قلت إنك إذا كان تدرس بهذه الطريقة فأنت غاش لهذه الأمة وهؤلاء التلاميذ.